مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تشهد قضية مخيمات تندوف تطورات متسارعة في الآونة الأخيرة بعد تقارير إعلامية كشفت عن رسائل سياسية قوية وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجزائر خلال لقاءات دبلوماسية عقدت في تركيا، ما يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول طبيعة هذا التحول وانعكاساته على ملف الصحراء المغربية. وبحسب المعطيات المتداولة، فإن المسؤولين الأمريكيين أصبحوا يولون اهتماما متزايدا بالوضع داخل مخيمات تندوف، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية والقانونية، وعلى رأسها مسألة إحصاء السكان وضمان حرية التنقل، وهي نقاط طالما طالب بها المغرب في إطار مقاربته لحل النزاع. ويرى متابعون أن هذا التحول في الخطاب الأمريكي قد يشكل ضغطا غير مباشر على الجزائر التي تستضيف المخيمات وتدعم جبهة البوليساريو من أجل الانخراط بشكل أكثر جدية في مسار الحل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة. في السياق ذاته تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية يقودها وزير الخارجية الجزائري الذي يسعى إلى تعزيز علاقات بلاده مع شركاء دوليين خاصة في مجالات الطاقة، غير أن المؤشرات الحالية توحي بأن القوى الكبرى وعلى رأسها واشنطن لم تعد تكتفي بالمصالح الاقتصادية فقط، بل أصبحت تربط تعاونها بمدى الالتزام بالاستقرار الإقليمي والحلول السياسية الواقعية. وعلى صعيد آخر، يفرض الوضع الأمني المتدهور في منطقة الساحل خاصة في مالي نفسه بقوة على طاولة النقاشات الدولية، حيث تتزايد المخاوف من توسع رقعة التوتر والإرهاب، ما يدفع القوى العالمية إلى البحث عن حلول شاملة تضمن الاستقرار في المنطقة. بالنسبة للمغرب، تمثل هذه التحولات فرصة استراتيجية لتعزيز موقعه كشريك موثوق في تحقيق الأمن والتنمية، خاصة في ظل الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع. ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصاعدا في الضغوط الدولية من أجل إيجاد حل نهائي لملف تندوف في ظل تغير موازين القوى الإقليمية وتنامي الدعوات إلى تبني مقاربة براغماتية قائمة على الاستقرار بدل التصعيد.